في الفيديو الأولاني عن بنصرف فلوسنا في ايه، كنت بادية بأغنية هشام عباس. لما حلمت وكنت صغير اني اكبر، الكلام الجميل ده. المهم اتكلمنا في الفيديو الاولاني عن سؤال مهم جدا، انك تبص انت بتصرف فلوسك في ايه. اكتبها، انا بصرف فلوسي في ايه وليه. هل علشان الادوات، التولز، المهارة، عشان الشخص ده. في الفيديو التاني ده النهاردة هنتكلم عن الوظائف اللي الذكاء الصناعي مش هيقدر ياخدها منك. احنا بنتكلم على المستقبل. بص بقى يا سيدي، هل الذكاء الصناعي ممكن يكتب شعر؟ لا، مش هيحس بالوجع اللي في القصيدة. قول له كلمتين هيكتبهم، ماشي تمام، لكن مش هتبقى حاسس بيه. هل ممكن يعزف موسيقى؟ ممكن، بس عمره ما هيحس بيها. وده هو الفرق بينك وبين الذكاء الاصطناعي. الناس خايفة ان الاي اي ياخد شغلها وياخد المستقبل كله، بس الحقيقة هو مش هيعرف ياخد انسانيتك انت. الذكاء الصناعي يعرف يرسم، يبرمج، يكتب، يعمل كل حاجة انت هتقوله عليها بالظبط، بس مش هيعرف يفهم العميل، مش هيعرف يبني ثقة مع اللي قدامه، مش هيعرف يخلق إحساس بالأمان. الوظائف اللي هتعيش في المستقبل هي اللي فيها إبداع، فيها باشن، فيها تعاطف، فيها حرفة، فيها إنك هتستخدم انت ايديك، فيها تفكير. زي مين؟ زي الفنان. ماشي، انا هقول للاي اي ان هو يكتب ويعمل كل حاجة، بس لو انا ما عنديش الحس الفني مش هيعمل. الكوتش، انا ممكن اساله على مشكله وعادي والاي اي يحلها لي، بس مش هيحس وهيبقى فاهم انا هقول للشخص ده بالذات ايه. اي حد في مجال حرفه مهنيه، السباك، المهندس الميكانيكا بتاع العربيات، كل الكلام ده مش هيعرف الاي اي يعمله. الليدر عشان يليد ناس صح، هو ده اللي